في خبر عاجل ورد قبل قليل، تلقينا بحزن كبير خبر وفاة التيك توكر العراقي منتظر علي. فما السبب الحقيقي لوفاته وكيف كان آخر ظهور له؟ في البداية منتظر علي هو شاب في آخر العشرينات من عمره، اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعلانات وترويج للمطاعم والسلع والبضائع، ما مكنه من افتتاح مطعم خاص به مؤخرا في محافظة كربلاء، كما لم يمر على زواجه أكثر من شهر. وحول سبب وفاته، أكدت عائلة الفقيد أنه توفى نتيجة أزمة قلبية مفاجئة لمت بها هذا المساء، علما أنه لم تظهر عليه علامات أي مرض، لكن بعض المعلومات متداولة تشير إلى أنه كان يعاني من مشاكل في القلب والسمنة الزائدة، ما من شأنه أن يكون السبب المباشر في توقف عضلات القلب لديه. وكان آخر ظهور الفقيد يوم أمس من خلال بث مباشر على صفحته في التيك توك، تحدث خلاله عن كونه يجهز للإعلان بالعظمية وقبله بيوم بالكاظمية، كما أكد أنه السنة المقبلة ستكون سنة مختلفة عن سنة 2024، لكن للأسف رحل دون تحقيق أمنيته. وتم تشييعه مساء اليوم. نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يلهم الزواج جميل الصبر والسلوان.